عاوزين نعمل حلويات تكون سهلة وتكون بسيطة ومكونات بسيطة. معايا 300 جرام البسكوت، أي بسكوت سادة، وكمان معايا شوية مكسرات، يعني أي ميكس من المكسرات. طحنت البسكوت يعني زي ما يكون يعني توصلوا بيه ان هو يكون عامل زي الرملة، وطحنت كمان المكسرات بس متطحنهاش جامد، يعني يكون ظهر فيها كده زي قطع. وضفت معاهم ربع معلقة صغيرة من القرفة، واربع معالق كبار من جوز الهند، وثلاث معالق كبار من الكاكاو، ومعلقتين كبار من اي نوع زبدة مفضل عندكم. كمان معايا كوباية من لبن جوز الهند. انزلوا باللبن شوية بشوية لحد ما تتكون معاكم عجينة. طبعا حسب نوع البسكوت اللي هتستخدموه، ممكن يحتاج اكتر من كوباية من اللبن او ممكن اقل. اول ما تتشكل معاكم زي عجينة كده اهوت، خلاص شكلوها بقى بالطريقة اللي هي تعجبكم. ممكن كرات مدورة او ممكن صوابع كده بنفس الطريقة. خلصت كل كمية هحطها شوية في التلاجة، وبعد كده هحضر بقى الشوكولاتة اللي هي هنغلف بيها الحلويات بتاعتنا. هسقطها كده في الشوكولاتة، وبعد كده هرجع احطها على ورقة زبدة، وبس كده بقت جاهزة للتقديم. وبألف هنا، واشوفكم على خير، وباي باي.